بسبب صدفة اتحولت من قرية ما فيهاش كهرباء ونور بيقطع فيها كل شوية لمجتمع منور بالطاقة الشمسية. أهلها ما بيدفعوش فواتير كهرباء ومع ذلك بيوفروا ملايين الدولارات للبلد. بقت حديث العالم ونموذج بيحتذوا بيه في أكبر دول العالم في الطاقة النظيفة. البسيسة أول قرية مصرية ريفية تبني محطة طاقة شمسية بإيدين أهلها. يا ترى إيه الحكاية؟ قرية بسيطة في الزقازيق تحديدا في الشرقية. البسايسة شكلها من بره عادي جدا، بيوت بسيطة وناس طيبين، لكن جواها قصة تانية خالص، حكاية تستحق انها تتكتب في كتب العالم مش بس تتحكي في مصر. قرية قدرت تسبق الزمن وتتحول من مكان بسيط بيعتمد على الكهرباء العادية لمجتمع صغير صديق للبيئة بيعتمد على الطاقة الشمسية من أكتر من 50 سنة. ورا القصة دي بقى واحد من أنبل وأشطر ولادها، الدكتور صلاح عرفة، أستاذ الفيزياء في الجامعة الأمريكية، واللي من زمان وهو بيزور قريته على طول، وكان دايما شايف ان التغيير بيبدأ من تحت، من الناس العاديين ومن الاماكن اللي ما كانش بيبص فيها حد. في يوم من الايام جاب معاه لوح طاقه شمسيه وصله بجهاز راديو، والراديو ده اشتغل قدام الناس من غير سلك كهرباء. ساعتها الناس اتخضوا، بداوا بقى يفكروا في الفكره وبداوا فعلا يسمعوا له، ومن هنا بدات الشراره الاولى عشان يستخدموا الطاقه الشمسيه في القريه. وابتدى الدكتور صلاح يشرح ويعلم الناس ويوريهم بنفسه التجربه، وفعلا شغل ماتش كوره على تلفزيون مربوط بالالواح الشمسيه في مضيفه القريه، والناس كلها بقى كانت قاعده تتفرج مبهوره. وساعتها بدا الحلم يتحول لواقع. مع الوقت الناس اقتنعت تماما بالفكره، بداوا يطوروا نفسهم وشالوا الالواح الصغيره وركبوا الواح اكبر وجابوا بطاريات يخزنوا فيها الكهرباء واللي بيتم توليدها من الشمس، وبداوا يوزعوا الكهرباء على البيوت وكمان على المساجد، وكل ده باسعار رمزيه وبسيطه جدا. بس القصه ما وقفتش عند كده، بالعكس دي اتحولت لمشروع كبير تحت مظله جمعيه تنميه المجتمع اللي اشتغلت بايدين اهل القريه، وبمساهمتهم هم نفسهم بنوا اول محطه طاقه شمسيه على سطح الجمعية سنة 2017 فيها 20 خلية شمسية بتمد الجمعية كلها بالكهرباء، وكمان المساجد وكذا بيت. ومش بس كده، دول بيدفعوا اشتراك شهري بسيط حوالي 50 جنيه، ولو استهلاك البيت زاد بيزيد الاشتراك على حسب القدرة. يعني من الآخر بقى في نظام نظيف رخيص آمن ومستقر، والقرية بقت فيها منورة 24 ساعة تقريبا، ما بقاش فيها أي قطع ولا شكاوى. وفوق كل ده وفروا مبالغ كبيرة، وكل سنة كانوا ممكن يضيعوا فواتير كتيرة على الكهرباء. كمان عملوا سخانات مياه شمسية بدائية الأول، وبعدها طوروا أكتر وسخنوا بيها مياه الجمعية والمسجد طول اليوم من غير كهرباء ولا غاز، يعني سخانات شغالة على طول على ضوء الشمس، ومفيش بقى طبعا فواتير ولا في خطورة. وكان في كمان تجربة تانية قلبت الدنيا، وهي مشروع البوتاجاز، أو بمعنى أصح تحويل فضلات الحيوانات لغاز طبيعي، واستخدموه فترة فعلا لتوصيل الغاز لبعض البيوت، لكن اتوقف بعد كده بسبب الإمداد العمراني والريحة اللي بدأت تضايق الناس. بس في الآخر اللي حصل في القرية دي مش بس مشروع بيئي ولا قصة نجاح محلية، دي نموذج حقيقي لتغيير ممكن يحصل في أي مكان لو في فكرة واضحة وناس مؤمنة بيها. القرية اللي ما كانش حد يسمع عنها بقت نموذج عالمي للطاقة النظيفة والاعتماد على الذات، ووفرت للبلد ملايين الجنيهات في الكهرباء والغاز، وفي نفس الوقت حافظت على البيئة ومناخ نظيف لولادها. وولادها كمان اتعلموا ان هم يشتغلوا بايديهم ويبصوا لقدام بدل ما يشتكوا. النهارده القرية دي بترفع شعار ان مفيش مكان للضلمة ولا للكسل، والشمس منورة حياتنا، وهننقل تجربتنا لكل قرية وكل شارع في مصر.